برج الحمل، هل الشخص اللي كسر قلبك عرف قيمتك؟ يلا بينا نشوف، هل الشخص اللي كسر قلبك ده فعلا عرف قيمتك وندم عليك بعد ما سبتوا بعض؟ ولا لأ؟ هنشوف النهاردة مشاعر حبيبك ونشوف وضعك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. ولو انت مش برج الحمل ومرت عليك القراءة دي وحسيت بحاجة في كلامي لمست قلبك، يبقى في حاجة من حظك ومن نصيبك، وكمل معانا للآخر حتى لو انت مش برج الحمل. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. طاقة برج الحمل الشهر ده هي طاقة خذلان من حبيبه، حاسس بخذلان كبير جدا، حاسس انك انت نفسك تمسك حبيبك ده وتولع فيه، حبيبك اللي انت رامي عليه العين والنية واللي انت فاتح عليه القراءة دلوقتي، وانت أدرى يا برج الحمل مين ده بالظبط وعايز تعمل فيه ايه، صح ولا غلط؟ قولوا لي يا شباب قصتكم ايه في الكومنتات. وجع قلبك جامد جدا بالخذلان، كنت متعشم جامد جدا في حبيبك ده، وكنت خلاص يعني على اعتاب انك انت ضمنه، لكن للاسف انا مش عارفه ايه اللي حصل، برضو احكولي في الكومنتات. دلوقتي برج الحمل مركز جامد جدا على مادياته، مركز على البيزنس بتاعك، مركز على الشغل بتاعك، على دراستك، مركز على وضعك انت نفسك حاسس كده ان عيد ميلادك ده كمان هيكون عيد ميلاد غير عادي، هيكون عيد ميلاد مش طبيعي، فاتح قلبك للحياة وفي نفس الوقت قافل على جرح كبير مفيش اي حد قدر يفهمه، ومفيش حد قادر يفهمه، وانت مش عارف تكلم مين فيه ولا تحكي ايه ولا تقول لمين على اللي شاغل بالك يا برج الحمل. محتار ما بين حاجتين، محتار ما بين اختيارين، لسه مش عارف تعمل ايه، يمكن يكون عيد ميلادك ده، يمكن يكون امر يخصك، لسه عمال بتفكر ومش عارف تعمل ايه. يلا بينا ناخد رسائل من الكروت ونشوف ايه الرسالة بتقولك يا برج الحمل. آه اكبر درس بنتعلمه في الحياة بيكون ان مفيش حدود للتعليم، احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم، بنفضل نتعلم لغاية اخر يوم في عمرنا. وكمان احنا ما عندناش اي فكرة عن السعادة فين وايه اللي هيحصل في الحياة، يعني نستمتع بالحياة كده بحلوها وبمرها وكل يوم يعدي علينا. الصداقة، في صداقات داخلة حياتك دلوقتي يا برج الحمل، كتير بتعرفهم جداد، أصدقاء جداد بيدخلوا حياتك